السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. اخواني اخواتي شكرا لكم، شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا على الناس اللي انضمت للقناه، شكرا على اللايكات والبارطاج والتعاليق الزوينه، شكرا على التشجيع والتحفيز، ومرحبا والف مرحبا في قناتي وقناتكم فضاء حكيمه. خوتي خواتاتي، كما كنشوفوا كما كاينه ضجه هاد يومين على السريعه، هربات سريعه مشات سريعه جات سريعه. فالسريعه حنا شفناها ما مشات لا عند والديها ولا دار والديها، هذيك الدار اللي مشات ليها ماشي ديال والديها. كما شفنا جميع كما شافوا بزاف ديال الاخوان والاخوات بان الدار اللي مشات ليها دار ديال الكرا، مشات كرات او اللي مشات عند شي حد كاري. المهم الدار ديال الكرا مشات وكتصيفط رسائل مشفره، كتصيفط رسائل مشفره. في الفيديو اللي حطت البارح رسائل مشفره كتقول بان البنت عاد ارتاحت، كتقول بان البنت جات لبلادها وارتاحت. انت فين كنتي بالسلامه؟ واش كنتي في شي بلاصه كانت فيها الحرب؟ واش كنتي في شي بلاد اللي ماشي هي بلادك؟ مازال كترسلي رسائل للفتنه والتحريض، مازال كتحرضي وباغا ديري الفتنه، مازال كتقلبي على خلاضرك، ومازال ومازال ومازال. البنت عاد ارتاحت، البنت عاد ارتاحت، وخرجتي فيديو اخر في العشيه وكتقولي بان راه ضغط عليا بزاف، ضغط عليا بزاف. بالفعل عرفنا الضغط عليك بزاف، بالفعل عرفناك انك ما بقيتيش حره في دارك، عرفنا بان اللي جا جلس في ديك الدار كلشي غير اللي جاي يجلس، غير اللي جاي يجلس عمروا عليك الدار، الهراج والمهراج، وشي داخل وشي خارج والروينه، وشي كيضرب في شي وشي كيتزادح مع شي وشي، يعني عرفنا هذاك الشيء. عرفناك علاش هزيتي الراس ومشيتي. تعرفات الحقيقه كنتي ناويه انك تجلسي غير بوحدك، بغيتي يخلي لك الجو، ولكن جا اللي ما كانش في الحسبان ان جلست لك تما شنيتيكا، وجلسوا البنات تما كاينه العقات بجوج، وجاو بنات العم وجا ولد الخال وجات بنت الخال، يعني الدار عامره، دار عامره، وما كاينش اللي يحكمهم وما كاينش اللي ضبط الامور خرجت عن السيطره في هذيك الدار. انت هزيتي بنتك عيطت جبد، قلتي يا حفيظ يا حفيظ انا نسمح لهم في الجمال وما جمال، ولكن كون كنتي بنت الناس، كون كنتي بنت الناس كما كتدعي نتيا كتضربي في سعاد بانها هي ماشي بنت الناس، راه انت اللي ماشي بنت الناس. وكنتي ماشي كون كنتي بنت الناس غتجلسي في الدار وغتضبطي الامور وغتعطي لكل ذي حق حقه، وكل واحد يجلس في المرتبه ديالو. ولو وحنا عيبنا على عبلو اللي رخى لك البنات تما، حنا قلنا لعبلو بانك صيفطتي البنات للمدرسه ديال السريعه تقريهم لك. انتي نهار الاول اللي جيتي على داك الرجل خليتي ليه عشو، خربتي ليه حياته وصيفطتيه للحبس. اصلا هو ما كانش ناوي لا يمشي للحبس ولا والو، هو كما كانوا يقولوا الاخوان هو باغي غير 10 البيضات و10 الخبزات وجالس في دارو واكل شارب هو وولادو وبخير وعلى خير، وكيتسنى لعل وعسى سعاد تحن. اليوم سعاد تحن، غدا سعاد تحن، جيتي انتي تسلطتي عليه، ولكن انتي كنتي عارفه قبل ما تطلق سعاد، وانتي كنتي داخله لحياتهم قبل ما تطلق سعاد، وكنتي داخله لحياتهم ومفرقه ما بيناتهم، وجيتي ووسعتي الفجوه ودخلتي لديك العائله، مع العلم انك عارفه هذاك الراجل مجوج وعنده 4 ديال الدراري، وعارفه عنده مشاكل، وعارفه ما عنده لا ما يقدم ولا ما ياخر، وعارفه بانه راه طالب غير سله بلا عنب، وعارفه ساذج وغبي. فجيتي دخلتي انت لديك الاسره وشتتي باباها كما بغيتي، ولعبتي ليه على الدماغ ديالو، وشديتي ديك السذاجه ديالو داك الغباء ديالو درتي فيه كما بغيتي، عجينه وشكلتي منها الاشكال اللي بغيتي نتيا، خرجتيه كيضرب في القضاء وغرقتي ليه الشقف. ودابا ما عندكش الخير او ما عندكش نفع في ان بكريشه يخرج من الحبس، بالعكس باغياه يبقى في الحبس، لانك كوجتي على كل شيء، لانك ديتي الريالات وديتي شيكات بدون رصيد، وخرجتي مع 56 مليون، وشريتي وديتي الذهب وديتي بزاف ديال الحوايج. دار الحسيمه ديال من الدار في الحسيمه علاش ما مشيتيش ليها؟ حيت باقا ما مفرشاش، باقا عريانه باقا ما مفرشاش. مشيتي لدار الكرام، مشيتي لواحد الدار اللي ربما كانوا عايشين فيها غير زوافريه، مشيتي لواحد الدار اللي كل الحاف من جيه وكذا كتقولي دارنا، دار بابا ماما جاو من اسبانيا، وماما بيتا كتهضر معايا وكتنصحني، كتوريني بزاف د الحوايج انا ما كنتش عارفاهم
فين هي باباك وماماك؟ ورينا، سمعي لنا صوت ماماك ولا باباك غير من خلف الكاميرا، ورينا غير النص ديال ماماك ولا باباك، غير رجليهم ولا يديهم ولا وريهم لنا. هذيك الطبله اللي تحطها ديال الفطور ماشي الطبله ديال ماماك وباباك، هذيك الطبله اللي حطات ديال الفطور ديال الناس الزوافريه مقردين. قولي الحقيقه، علاش هربتي للحسيمه؟ بما انك قلتي هربتي بالفعل، هربتي بلا حوايج بلا حتى شي حاجه، وقلتي ما عندكش غرض في الحوايج وما تكونيش عبده تحت الحوايج وتحت الشوانط. انت عندك هزيتي معك ما اهم من الحوايج ومن اللي هما الفلوس، اللي هما الشيكات، اللي هو الذهب اللي ديتي. فما تبقاش تزرعي الفتنه مره اخرى. البنت بنت فاس، تزادت في فاس وعندها الوراقي في فاس، بنت فاس. عفوا، حنا ما عندناش الحسيمه دوله وفاس دوله اخرى، كلهم مدن مغربيه، ومن طنجه للقويره كلنا مغاربه وكلنا خوت. فبركه ما تزرعي الفتنه، راكي باقا كتزرعي فيها عاوتاني، راكي باقا كتصيفطي رسائل مشفره للناس الريافه، ولكن الناس الريافه عايقين بك ومتبرين فيك وتيقولوا لك حال الله بيننا وبينك، لا انت ريفيه ولا تنتسبين لنا. قربتي تستسلمي، قربتي تفرقعي الرمانه، قربتي تعترفي على كل شيء، بما انك تضغطي وحالتك حاله، ووجهك والملامح ديال وجهك كتبين بانك بالفعل عندك مشاكل، بالفعل عندك مشاكل مع العاقات، وعندك مشاكل في هذيك الدار، بالفعل ما مرتاحاش في هذيك الدار مع عمرات عليك بالبراهش والبرهوشات، عمرات عليك، عمروها عليك، اللي عنده شي ولد جابوه لك وخلاه، واللي عنده شي بنت جابتها لك وخلاتها. الدار سايبه بلا راجل، عرفتيها دابا بان الدار بلا راجل سايبه ياك. ايوا باش تعلمي تنقزي على راجل بولادو، وباش تعلمي تكوني دخيله على واحد الاسره وتشتتي لهم الشمل ديالهم. هكاك تيوقع كاع اللي شي كلبه ولا شي شيطه على حبابها كتدخل على شي راجل بولادو وكتبغي طمع تشدو هو ليها بوحدها وتشتت ليه ولادو، ولو تكون باغيه يبقى مع ولادو. فما عندكش الحق انك تدخلي لواحد الراجل عنده مزوج بولادو، عنده حياته، عنده دارو، عنده يعني فانتي غير معترف بك، فانتي ديما كتبقي نكره بالنسبه ليه. ولادو هما الاهم. وكان بوكريشه ما كانوش غادي توقع ديك الهيلاله في ديك الدار، وراكي كنتي عارفه بان بوكريشه ولادو ما كيفرطش فيهم، مع العلم انه ناسي واحد جوج دراري، ولكن بزز منه فارضه عليه انت بزاف د الحوايج. ملي جيتي وانت كتقري فيه هو ما كان سامح في ولادو، ما كان سامح في دوك الوليدات الصغيورين، ما كان سامح فيهم. ملي جيتي وانت كتقريه، ملي جيتي وانت كتلعبي ليه على دماغو، ملي جيتي وانت هدفك واحد هو تشتتي له عشو، صيفطتي للحبس، وليتي كتبوردي كيف بغيتي، وليتي هازه بنتك وشريطاتك في ميكا وغاديه كتجري للحسيمه وكتقولي حقا انا مشيت لدارنا، حقا عيطت لي امي، عيطت لي باك وامك يجيو عندك لان راجلك مشدود في الحبس، باك وامك يديروا لك واحد الاستقبال ملكي، يذبحوا عليك البنيته عاد داخله عندهم الدار وعاد غيشوفوك من بعد الزواج ديالك. لا كان داكشي بصح كما تدعين، اذا انت ما مرتاحاش في دار شنيتيكا او في دار بوكريشه، ما مرتاحاش مع العاقات كيعطيوك كينوضوا لك كيعطيوك علاش كدوري. لهذا داكشي كله باين عليك، ومازال غادي تنهزمي، ومازال غتستسلمي، ومازال غتفجري داكشي اللي مخبيه كله، غتخرجي كلشي. مازال حنا في الانتظار. خوتي عجبكم الفيديو عطينا لايك، اشتراك، تعليق، بارطاجيو الفيديو، والى الفيديو القادم بحول الله.